الجسم بيحتاج لعناصر غذائية وفيتامينات أيام المذاكرة والدراسة عشان يساعد على تحسين المخ وتحسين الذاكرة والتركيز. والنهاردة هنعرف مع بعض 3 خضروات ورقية بتساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز أيام المذاكرة والدراسة. الجرجير من الخضروات الورقية المهمة في تقوية الذاكرة والتركيز أيام المذاكرة والدراسة، عشان الجرجير مليان حديد وفيتامينات مهمة بتساعد على تنشيط خلايا المخ وتقوية قدرات العقل. ويعتبر الجرجير مهم في تقوية المناعة عشان الجرجير مليان حديد وفيتامين سي. وأنصحكم بأكل الجرجير مع السندوتشات في وجبة الفطار، أو نضيفه مع طبق السلطة في الوجبات الرئيسية، أو نعمل الجرجير شوربة، أو نعمل الجرجير عصير ونشربه. وبكده يبقى احنا عرفنا فوائد الجرجير، وأهمها انه بيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز أيام المذاكرة والدراسة. الكرات من الخضروات الورقية المهمة في تحسين الذاكرة والتركيز وقدرة المخ على معالجة المعلومات، عشان الكرات مليان عناصر غذائية مهمة للمخ والأعصاب زي المغنيسيوم والفسفور وحمض الفوليك. ويعتبر الكرات من الخضروات الورقية اللي بتساعد في تقوية المناعة، عشان الكرات مليان حديد وفيتامين سي. وبكده الكرات بيكون مهم في تقوية الذاكرة والتركيز أيام المذاكرة والدراسة. البقدونس من الخضروات الورقية المهمة في تقوية الذاكرة والتركيز أيام المذاكرة والدراسة، عشان بيحسن تكوين الخلايا العصبية وبيحسن وظائف المخ. ويعتبر البقدونس مليان فيتامينات مهمة للمخ والجسم، فيساعد على تحسين الذاكرة والتركيز. وكمان في البقدونس فيتامين سي، وده مهم في تقوية المناعة وزيادة مقاومة الجسم لأمراض البرد والإنفلونزا. ويعتبر البقدونس مهم في علاج حالات فقر الدم، فهو يعتبر علاج كويس للأنيميا عشان بيوسع الأوعية الدموية وبينظم الدورة الدموية في الجسم. وبكده الجسم بيكون مليان نشاط، وده له دور كبير في تحسين الذاكرة والتركيز أيام المذاكرة والدراسة. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض أهم 3 خضروات ورقية بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز أيام المذاكرة والدراسة. وعشان القناة تكبر ويبقى فيها حلقات أكتر، عايزين دعم ليكم للقناة، وبكده هتستفيدوا أكتر بإذن الله. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للحلقة مع أصحابكم عشان يستفادوا. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله.